بيبقى 90% والانسنتيف برضه بالكامل. استاذ وليد، ايه الاخبار؟ شرفتنا النهارده، اقدر اساعدك ازاي؟ اهلا بحضرتك استاذ ميسره. اهلا بك. حضرتك انا فريلانسر ريل استيت، تمام وعندي عملاء برايفت، تمام فبدور على شركه اقدر اقفل معاها البيعه بتاعتي، تمام فبس بشرط ان انا اخد اعلى عموله، تمام. والشرط الثاني ان تكون الشركه دي مضمونه. وانت وصلت المكان المظبوط. تمام. حته مضمونه، انت بتكلم انت كده موجود في الشركه، يعني احنا لينا مقر ولينا ورق وكده، بيكون في عقد اساسا بيتعمل لك تمضي عليه. من ناحيه اعلى عموله، لا احنا اعلى عموله في السوق، مش بالارقام اللي بتقولها خلاص، لا اعلى عموله بتتحسب قدامك. انت بتاخد على البيعه الاولى 85% زائد الانسنتيف بالكامل ليك، وبرضك على من البيعه الثانيه بيبقى 90% والانسنتيف برضك بالكامل ليك بعد خصم الضرائب. ايه هي الضرايب بقى اللي هتتخصم مني؟ الضرائب اللي هي مقرها الدوله اصلا وبتكون موجوده في الفاتوره الالكترونيه والمطالبه بتاعه المطور، اللي هي 14% القيمه المضافه والخصم المنبع 5%. ايه الضمانات بقى؟ الضمانات، انت عايز عقد بنعمل لك العقد سواء على البيع او على السنه او الفتره اللي انت عايز تشتغل معانا فيها، وانه انت بيكون اديك انت في المقر الشركه، انت ما بتتعاملش مع حد مجهول المصدر. غير كده ان انت تقدر تيجي تعمل اي ميتنج في اي وقت في الشركه وتعمل المقابلات بتاعتك او تشتغل من مقر الشركه لو انت احتجت. غير ان انت اي ضمان بتحتاجه احنا بنديهولك. طيب دي حاجه جميله خالص. اقدر احدد ميعاد امتى؟ تقدر تبدا من دلوقتي، تدخل على الشؤون القانونيه وهي تعمل لك العقد، تشتغل عادي خالص، وتاخد نسخه كمان معاك من العقد، اوعى تنسى الحته دي معاك. تمام. اتشرفت بحضرتك استاذ ميسره. الشرف ليا يا حبيبي.